ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هنختم بيه حلويات العيد، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض الصابليه بطريقه سهله وبسيطه جدا، ومن غير بيض ولا زبده ولا مكونات كتير. هتعملي احلى صابليه للعيد واحلى كمان من المحلات. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف الصابليه الحلو بتاعنا ده هنعمله ازاي. اول حاجه هنا عندي نص كيلو من السكر البودره. المقادير دي ل2 كيلو صابليه، هكتب لكم تحت مقادير الكيلو بس. عندي هنا بقى سكر بودره، احط عليهم كيلو سمنه متسقعه مش جامده، لا هي بس ساقعه كده. هننزل بيها على السكر بتاعنا بالشكل ده. هبتدي بقى كده اخفق السكر مع السمنه بتاعتي بالمضرب اليدوي كده بكل سهوله. مش هستخدم مضرب كهرباء ولا اي حاجه خالص، هو بالمضرب اليدوي كده هنخفق فيه شويه وخلاص كده لحد ما القوام لونه يفتح كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنبدا نضيف الدقيق بالتدريج، كوبايه كوبايه كده، واقلب. مش بنضيف الدقيق مره واحده عشان كل دقيق بيختلف عن التاني لامتصاصه للسوائل. هفضل اعجن فيها كويس كده لمده 10 دقايق ولا حاجه. القوام يبقى معاكم بالشكل ده كده، شايفين كده القوام بتاعه مظبوط واقدر اشتغل فيه على طول. فردت بقى المفرش السيليكون بتاعي على المكان اللي هنشتغل عليه. لو مش متوفر مفرش سيليكون ممكن نستخدم ورق الزبده، وممكن كمان نحط كيس من اكياس التلاجة كده نفتحه ونشتغل عليه عادي جدا. وباخد العجينه كده وبحط حته منها وبغطيها من فوق بكيس او ورق زبده عشان تتفرد معايا بسهوله وما تلزقش. وطبعا سواء حطيتي المفرش السيليكون او كيس او ورق زبده ده هيسهل معاكي انك تطلعي العجينه بعد كده بالقطاعات عادي جدا. فردت بقى العجينه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وهبدا اجيب القطاعات بقى اللي هنشتغل بيها. دي قطاعات صابليه موجوده في اي محل مستلزمات حلويات وسعرها رخيص جدا، الواحد كان بحوالي 3 جنيه. جيبي بقى الاشكال اللي انت عايزاها. وعندي كمان قوالب التارت الصغيره دي، ودي هنستخدمها اننا نعمل تارتات من الصابليه كده تكون صغيره وشكلها حلو، ودي برضو موجوده عند اي محل مستلزمات الحلويات. فردت بقى العجينه وهبدا اقطعها بالاشكال بتاعتي كده، ويا ريت طبعا يكون العدد زوجي عشان لما نيجي بعد كده نلزقهم في بعض. في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن بتاعنا طبعا واحنا شغالين. وبصوا بتتشال معايا بكل سهوله سواء بالمفرش او الكيس او ورق الزبده. التورت برضو بجيب كده قطعه من العجينه وبنبدا نفردها كده ونضغط عليها، وبنشيل الزوايد اللي بتطلع دي كده، وبتبقى معانا بالشكل ده. وطبعا اختصارا للوقت والمجهود وعشان الفيديو ما يبقاش طويل، ده كده شكله بعد ما طلع من الفرن. وطبعا لزقتهم الاتنين كده في بعض بالشوكولاته او مربى اي حاجه عايزينها، لزقتها بالشكل ده كده. وده بقى شكل التارت بتاعنا بعد ما خبزناه في الفرن، شكله حلو جدا. بعد كده بقى جبت التارت بتاعي كده وجبت جناش الشوكولاته بتاعي، وهبدا اعمل روزتات كده في التارت بتاعي، وهسيب لكم الجناش تحت في صندوق الوصف. وباقي الصابليه بتاعي كده غطسناه في الشوكولاته كده زي ما انتم شايفين بكل سهوله. بنسيح اي نوع شوكولاته على حمام بخار، وبنبدا ننزل في الصابليه بتاعنا كده، وبنطلعه على كيس بلاستيك في صينيه كده وندخله التلاجة دقيقتين، والشوكولاته بتجمد وبتبقى تحفه. وعملت كمان اشكال بالشوكولاته كده في قوالب سيليكون على شكل قلب كده، ولزقتها على الصابليه بتاعي والشوكولاته سايحه كده بلزقه عليها بكل سهوله. حطيت بقى باقي الشوكولاته بتاعتي كده في كيس حلواني، وبدات اعمل خطوط كده على الصابليه البني عشان يديله شكل حلو زي بتاع المحلات بالظبط. وجبت كمان الشوكولاته البني وعملت بيها برضو خطوط كده على الصابليه الابيض كده بالشكل ده. وده بقى طبق الصابليه بتاعي بعد ما جهزناه بقى وخلص. وبصوا شكله عامل ازاي، اكنكم جايبينه من محل حلواني بالظبط. والطعم حكايه. وبصوا شكله بقى عامل ازاي وخطير وسهل وبسيط جدا. اعملي بقى الصابليه في البيت وهيطلع معاكي تحفه وخطير. وبصوا شكله حلو ازاي، اكنكم شاريينه من بره بالظبط. جربوا بقى تعملوه في البيت، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في وصفه جديده.